وانا بعتبر كل راجل بيحتمي في يمين الطلاق ما هوش راجل. ده قاعدة كده، كل راجل يحتمي مش في رجولته، مش في عقله، مش في قلبه الكبير، مش في حكمته، لا، جعل كلمة الطلاق دي كأنه كرباج وسيف بيجلد بيه مراته. على الطلاق لازم تعملي، على الطلاق ان عملت تبقى طالق. انا بعتبر اللي بيتبع الاسلوب ده بالفم المليان كده وبتحمل مسؤوليتها، اللي بيحتمي في ايمان الطلاق ما هوش راجل. لكن اللي يحتمي في حلمه وفي ادبه وفي اخلاقه وفي تسامحه وفي قلبه الكبير وفي حنانه وعطفه، انا بعتبره ده قمة الرجولة اللي في الدنيا. ليه؟ عشان الحياة مشاركة. طيب المهم الكلام ده يتعمل بيه، مش يبقى كلامي عسل نحل وبعدين يترمي في البحر. خلي بالك. طيب بدل ما تغرس في ابنك القسوة والغلظة وتقول له اذبح القطة في اول ليلة، يا ابني احنا مش داخلين في حرب، قطتين اللي هتذبحها. وعشان تثبت يد انك راجل اي حاجة تقول لك عليها قول لا بمزاج، وممكن يرجع يقول بعد كده، بس المهم انه عاوز يثبت انه راجل فيقول ايه على الفاضي والمليان لا مش موافق. بقى بالله عليك في راجل عاقل لما مراته تقول له ممكن ازور امي نص ساعة عشان تعبانة، اقول لها لا؟ رجولتي اللي منيلة ب60 نيلة دي يا اخي، ده انت ايدك في ايدها وتروح تدور لك كده على 2 كيلو فاكهة وتخش على امك التانية، لان بحنانها عليك هتحنن قلب مراتك عليك، وبقسوتك على امها هتكسى عليك مراتك. وانا بقول لك كده، مفتاح الوصول لقلب مراتك خلي حماتك تموت فيك وتحبك. ان قدرت توصل لقلب حماتك يبقى اعتبر حماتك ومراتك الاتنين بقوا فين؟ مش تحت باطك بقى يا عم، في قلبك. مش كده؟ يبقى محل حب. وانت يا ست الكل لما تعرفي توصلي لحماتك وترضيها، اصبحت حماتك وزوجك فين؟ برضو مش تحت باطك، بقت في قلبك برضو. فهي معادلة، اديني اديك، احترمني احترمك، اكرمني اكرمك، اتوصى بي اتوصى بيك. لكن القسوة امامها قسوة والغلظة امامها غلظة. وربنا بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بقى بالله عليك انت هتبقى حنين وحد يبقى قاسي عليك؟ عارف سبب الشقاء اللي احنا فيه كله وسبب الطلاق اللي بيخرب البيوت دي كلها؟ قسوة القلب.